السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. عايز أحكي لكم على حوار كده حصل من فترة بسيطة. بس تصادف إن كذا حد قاله لي. طبعا في بداية كل سنة بيكون ده مرحلة البلاننج للسنة الجديدة، ونشوف احنا عملنا إيه السنة اللي فاتت زي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده يعني. لقيت حد بيقول لي طب على فكرة أنا ممكن ما أعملش كواليتي مانجمنت سيستم، ممكن ما أعملش بروسيس، وممكن ما أعملش بروسيجر، وممكن أشتغل بالفورم اللي عندي ومحدش يعرف حاجة. صح، هو كلامه مظبوط، هو محدش يعرف حاجه. ليه بقى محدش يعرف حاجه؟ عشان ده شغلك، انت تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه. لكن هل فعلا بعد شويه محدش يعرف حاجه؟ هو انت بتعملها محدش يعرف. لكن بعد شويه لما يبقى في ايفيدنس، عشان احنا ماشيين بحاجه اسمها الايفيدنس بيزد ابروتش، اصغر اوديتور، طبعا اصغر في الخبره، مش هكلمك في المقام يعني، هيقدر ان هو يكتشف اللي انت قلته او اللي انت عملته ده بسهوله جدا. ليه بقى؟ عشان انت قلت هتعمل حاجه وما عملتهاش. ونيجي بقى هنا للنقطة المهمة، ليه ما عملتهاش؟ على فكرة الكواليتي مانجمنت سيستم مش مرتبط بالشركات الكبيرة خالص. انت ممكن تلاقي شركة مكونة من كام فرد صغيرين، ولنفرض فرد واحد في كل فانكشن، يعني واحد اتش ار مع واحد اوبريشن مع واحد كواليتي ولا اي حاجة تانية، عندهم كواليتي مانجمنت سيستم. ازاي؟ ده المفروض يكون في حاجات كتير جدا. لا، هو مش المفروض يكون في حاجات كتير. هو ببساطة نرجع تاني للاساس. الناس بتحط الكواليتي مانجمنت سيستم طبقا لستاندرد اسمه الايزو، لكن في ناس ما بتستخدمش ستاندرد الايزو ده. واحد يقول لك انا عايز كواليتي مانجمنت سيستم، اللي هو ايه؟ اللي هو نعرف كل واحد بيعمل ايه بطريقه سيستماتيك منظمه. نحاول نستاندردايز الموضوع اللي بيعملوه، يعني نعمل خطوه 2 3 4 5 بس خلاص. انت ممكن عادي خالص تروح تقف عند واحد بيبيع اي سلعه في الشارع، ولنفرض واحد بتاع محل بتاع سوبر ماركت، حتى بتاع ثلاجه الجبنه، يقول لك خد رقم من فضلك. ايه خد رقم ده كواليتي مانجمنت سيستم. هو هنا نظم الطريقه اللي يخش بيها الزباين عنده، عشان ما يبقاش فيه اي نزاع او اي شد ما بين اي حد من الاطراف، وفي نفس الوقت يبقى عارف مين جه الاول ومين جه الثاني ومين جه الثالث. كواليتي مانجمنت سيستم، ده كواليتي مانجمنت سيستم. انا كنت فاكرك بتقول على الكواليتي مانجمنت سيستم الثاني اللي هو فيه بروسيجر كتير وبوليسي الى اخره. ده كمان موجود. فنصيحتي لاي شركه صغيره او اي حد بادئ جديد وبيفكر ان هو يعمل كواليتي مانجمنت سيستم، اول حاجه اكتب اللي حضرتك بتعمله. مفيش حاجه تجبرك ان انت تعمل اللي انا اقوله لك الا لو كان بيفايوليت ريكويرمنت معينه في ستاندرد معينه. لكن لو حضرتك اصلا مش ناوي تاخد الايزو، خلاص. في بقى عرف جاي اللي هو يقول لك اصول الصناعه، ان دي بتتعمل 1 2 3، اللي هي بتبقى حاجه مثلا ما فيهاش اي تلاعب، ما فيهاش لا قدر الله اختلاس او سرقه او نصب، ما بتجيش فيه على حد حق حد تاني، وهكذا. طيب بالنسبه بقى للناس اللي عايزه تاخد كواليتي مانجمنت سيستم او تعمل كواليتي مانجمنت سيستم وعايزه يبقى لها مرجعيه، خد بالك في ناس تقول لك انا هروح اخد الانترنال اوديت او الليد اوديت علشان بناء عليه افهم الكواليتي مانجمنت سيستم. لا، دي مقوله مش صح. ليه بقى؟ لان اللي بياخد الكواليتي مانجمنت سيستم ده او اللي بيروح ياخد الاوديت عشان يقدر يعمل كواليتي مانجمنت سيستم، هو ببساطه هيروح يدرس ازاي يعمل اوديت، مش ازاي يعمل كواليتي مانجمنت سيستم. هو مفترض اوتوماتيك ان حضرتك فاهم يعني ايه كواليتي مانجمنت سيستم او سيفتي مانجمنت سيستم او انفايرمنت مانجمنت سيستم، ورايح تتعلم ازاي تراجع عليه، تاخد مبادئ الاوديت. عشان كده مواصفه او الجايد لاين بتاع 19011 الاوديتنج مانجمنت سيستم بيشرح ازاي تعمل اوديتنج، مش ازاي تعمل كواليتي مانجمنت سيستم. ما تقعش في الغلطه دي، لان انت هتروح هناك هتكتشف واحد بيقرا لك مواصفه الايزو يقول لك ازاي تقولت عليه. طب انا مش فاهم مواصفه الايزو. ما انت كده المفروض تعرف مواصفه الايزو قبل كده. فبقى دلوقتي في استشاريين يقدروا يعملوا الكواليتي مانجمنت سيستم. نصيحه، ما تجيبش واحد استشاري يعمل لك السيستم بتاعك، لان هو غالبا هيكون عنده الستاندرد الموجوده من اللي شافه قبل كده. اقصد بالستاندرد اللي هي البروسيجرز والبروسيس وهكذا والفورم، ويقول لك لازم تشتغل بدي عشان تاخد الايزو، فانت هتصدقه وهتمشي وراه. لا، هو بياخد الريكويرمنتس الاساسيه وهو عامل اوريدي تمبلتس عنده. دي حاجه مش عيب، دي حاجه رائعه جدا، بس مشكلتها في ايه؟ ان هي مش تبقى بتوصف الشغل اللي عند حضرتك بالظبط. طب تعمل ايه في الحاله دي؟ ادرس الكواليتي مانجمنت سيستم، ادرس الريكويرمنتس بتاعت الكواليتي مانجمنت سيستم من اقرب ريفرنس اللي هو الايزو، وبعد كده تعمل ايه؟ تبتدي تشتغل عليه واحده واحده. لو انت مش مستعجل عشان تاخد الشهاده، خد وقتك وطلع الحاجه، وطلع بيز الاول تقف عليها ريفيجن 0، وبعد كده مش هتكون احسن حاجه، طلع ريفيجن 1 و2 و3 و4. ما تسمعش لحد النهارده بيقول لك انا خدت الايزو في شهرين. اوكي، هل هو عنده كواليتي مانجمنت سيستم قوي فبناء عليه بيقدر ياخد الايزو؟ وارد، لكن هل هو عامله فروم سكراتش؟
لو هو موجود من قبل كده تمام، لكن اللي يعمل سيستم في شهرين مش هتلاقي دايما ان هو السيستم ده مفيد او لامم كل حاجه. حاول على قد ما تقدر تتعلم علشان تبقى عارف انت لما تيجي تتعاقد مع حد او تجيب حد يعمل لك السيستم بتاعك يكون ان هو بيديك معلومه بجد مفيده. طبعا هيوفر عليك 40-50% من المجهود، لكن حاول على قد ما تقدر تكون بيوصف اللي انت بتعمله عشان لما يجي يتعمل عليك اوديت تطلع الحاجه بتاعتك زي ما انت كتبتها بالظبط. وخليك فاكر do what you write what you do. وان شاء الله يكونوا علم منتفع بيه باذن الله. حاول تعمل سبسكرايب وشير علشان يقدرك يوصل فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.